أول الأخبار وهي متعلقة بالنادي الأهلي. لو تفتكر معايا 2019 كان سياسة الماركت أو سياسة إنه النادي يجيب صفقات. كان النادي ده يجيب لوكشة ويطلع منها اتنين تلاتة والباقي يمشي. سياسة عشوائية في اختيار اللاعبين. ولحد دلوقتي أغلب الأندية عندنا في مصر هنا بتمشي بالنظام ده وبتمشي بالسيستم ده. ولكن مع وجود إدارة جديدة للنادي الأهلي وهي إدارة الكابتن محمود الخطيب، أتى شيء جديد من الإدارة وهو شيء اسمه سياسة التحديد، سياسة تشوز، اختيار. فخليني أبلغ حضرتك عزيزي المشاهد إنه يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي السابق والمحترف في الدوري الروسي الحالي داخل جدران النادي الأهلي الآن علشان يكون أول الصفقات أو تاني الصفقات الجديدة